السلام عليكم ورحمة الله أصدقائنا عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. بقالنا كتير ما اتكلمناش مع بعض. يعني ظروف بقى الشغل وظروف الحياة والدنيا. أنا بعتذر لكم جدا طبعا على التطويلة دي. بس احنا بقى بنتكلم بعد ماتش ريال مدريد وباريس سان جيرمان. أنا بصراحة ما كنتش عايز أتكلم. يعني ما كنتش عايز أتكلم خالص. لا، باريس سان جيرمان فريق جامد يا جدعان. بجد. باريس سان جيرمان فريق جامد جدا 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 جدا، كمان فريق قوي. فريق صعب التعامل معاه، فريق انت بتتكلم على فريق ما شاء الله يعني. البيلد اب بتاع اللعب. طريقة التطليع للكرة من تحت جامدة جدا جدا جدا. يعني حتى لما تيجي تلاقي ان هو بيلعب على نونو منتش اتقفل. حكيمي اتقفل. فيتينيا اتقفل. قدام عندك كافارا اتقفل. ديمبلي اتقفل، كل ده بيقوم جاي راجع يلعب تاني مع دوناروما. طبعا كل اصحابنا البرشلونيين طبعا فرحانين جدا. بس انا عايز اقول لهم يعني ما تفرحوش، لان اللي هيلاعب السنه دي باريس سان جيرمان او ليفربول هيزعل. هيزعل وهيجيب ناس تزعل، الاتنين دول فرق جامده جدا 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 يعني. الف مبروك. لباريس ده كنت لازم ابدا انا في الاول كده بتهنئه لباريس يعني.